هلو. مين اللي بيبعت قلوب؟ هلو. هلو. ازيكم؟ في حد موجود؟ انا مش باين عندي حاجه. طب حد سمع حاجه؟ انا ليه مش باين عندي ناس اللي بص. طب لو حد موجود وسمعني يكتب كومنت. هاي. وحشتوني. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني خالص. انا قلت لازم اطلع معاكم اللايف بتاع حلاوة المولد يا جماعة. بس حد سمعني؟ اللي سمعني يكتب كده. اللي سمعني يكتب كومنت يقول لي الصوت اخباره ايه قبل ما انطلق مع حضرتك. سامعيني ايمان؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. اوكي. انا مش ظاهر عندي اي حاجه خالص. ما اعرفش ليه. ما علينا. بس واضح ان في ناس شايفاني وناس سامعاني. ازيكم اولا؟ كل سنه وانتم طيبين. سامعين؟ طب حلو جدا. آه كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه اقتراب المولد النبوي الشريف. وحشتوني جدا. وانا بحبك جدا على فكره. انا قلت لازم اطلع معاكم لايف بقى عشان الحلاوه وكده وانتوا عارفين يعني. بس انا بقى هكلمكم عن حلاوه المولد من حته تانية خالص خالص. انا بالنسبه لي حلاوه المولد سعاده. خط احمر كده يعني. انا يعني شوف احنا عندنا اعياد كتير يعني. عندنا العيد الصغير وعندنا العيد الكبير. بس ده العيد الصغير تحس ان احنا بنبقى طالعين تعبانين من الصيام اساسا ونبقى عايزين ننام. العيد الكبير بنبقى مفحوطين في الذبح وكده فاهمني يعني. بحس ان المولد النبوي لا حاجة تانية خالص يعني. انا بالنسبة لي سعادة وذكريات في نفس الوقت. يعني انا افتكر يعني حتى احنا واحنا صغيرين في البيت. كان اول ما تنزل نلمح بقى الخيم واتنصبت عارفين انتوا الناس اللي بتبيع في الشارع دي وبعدين وانا صغيره بقى كان عندنا الحصان ال- الاحمر ده اللي كان بيبقى كله مواد حافظه ده كله الوان صناعيه. والعروسه فكان يعني ايه في بهجه كده في الشوارع. واحنا صغيرين فكان ليه طقوس عندنا في البيت بقى احنا بننزله مخصوص بقى يعني ايه. والبيت كله نازل مع بابا. يعني احنا كلنا بقى نازلين. بابا وماما واخوات نازلين كلنا بقى ننزل هنشتري الحلاوة. وكل واحد بقى انا بحب كذا فيعني انا بحب كذا وبحب كذا والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. حتى والله يعني انا ما كبرنا بقى وكبرت واتجوزت وبتاع. كان بابا برضو اللي يشتري لي حلاوه يعني انا ما اشتريهاش. يعني كان الله يرحمه هو اللي يشتريها وبعدين يجيبها لي بقى ويقول لي وبصي بقى ويفتح ويقول لي بصي بقى جبت لك اللي انت بتحبيه جبت لك ما اعرفش ايه. وشوفوا دي بصي بقى دي جديده جربيها والله. لغايه افتكر السنه اللي فاتت الحلاوه نزلت وبابا ما جابش حاجه وانا مش عايزه اجيبها يعني انا يعني اللي هو انا عايزه ابويا يجيبها لي. طيب الحلاوه نزلت بقى وبعدين بقت في حاجات بدأت تخلص. وابويا ما جابليش الحلاوه. ف وبقيت مكسوفه والله. بس كلمته بقى قلت له بص يا بابا ربنا ما يقطع لك عاده ال- الحلاوه وكده. قال لي ايه ده هي نزلت؟ قلت له نزلت ايه يا حاج دي خلصت.
قال لي لا طب تعالي ننزل نجيبها ومش عارف ايه. قلت له لا يا بابا مش دعوه، انت معودني انت تجيبها لي، انزل هاتها لي. بس جبت لك مش عارف ايه والحاجات اللي انا بقى كنت بحبها دي. اه والله. من كام يوم دخلت كافيه كده اشرب قهوه، وبعدين لقيت الكافيه ده منزل الحلاوه. انا اول ما شفت الحلاوه يعني عارفين شريط حياتي كده عدى قدامي، والله شريط حياتي عدى قدامي من وانا صغيره، وانا رايحه اشتري عروسه المولد، لغايه وانا كبيره وبابا بيجيب لي الحلاوه الله يرحمه. دمعت، دمعت طبعا، يعني افتكرت كل حاجه. بس اجمل شيء، اجمل شيء ان انت تعمل ذكريات وتعمل اوقات حلوة وتسيب اثر عشان لما تمشي الناس تفتكرك. انا اعتقد ان مفيش اجمل من كده، ان يبقى وجودك فارق، ان الواحد لما يمشي يبقى عدم وجوده يفرق في الناس اللي سابها. ف اصنعوا الذكريات واصنعوا السعادة. حلاوة المولد سعادة. طب انا اقول لكم حاجة، كل واحد فيكم يختار حد، شخص واحد بس، شخص واحد، ويجيب له حلاوة. اه والله يجيب له حاجة بسيطة جدا، لذيذة، حتة مشبك، اي حاجة كده من ريحة من ريحة الحلاوة، ويديها له. شوف البني ادم ده هيبقى مبسوط ازاي. هو مبسوط جدا، هيفرح جدا، هيفرح فرح غير اي فرحة تانية على فكرة، غير اي فرحة تاني، غير لما تجيب له شوكولاتة مثلا، غير لما لا فاجئه كده بأي حاجة كده من حلاوة المولد، هيتبسط. حلاوة المولد بتصنع سعادة، وما حولها يصنع سعادة. معرفش، انا بالنسبة لي كده. حتى طب اقول لكم والله، يعني انا عيال اصحابي خيري عليهم، والله لهم حاجات كتير. المهم يعني هم بيجيبوا لي الصراحة يعني، بس مثلا يفتكروا لي لما مرة جبت لهم حلاوة ما كانوش يعرفوا، ولاقوني داخله عليهم كده بالحلاوه، وكل سنه يفتكروني. اه والله. المهم انا مش عارفه اصلا اللايف، انتوا سامعيني يا جماعه ولا انا بكلم نفسي؟ اصلا انا مش باين عندي اي حاجه. ايوه في قلب بدأ يجي كده، ايوه في الشبكه بدأت تبدأ تمام. فال يفتكروا لي بقى يفتكروا لي ان انا جبت الحلاوه. فالحلاوه تصنع السعاده، والله العظيم يعني. اصنعوا الذكريات مع اولادكم واخواتكم واصحابكم، وهاتوا لهم حلاوه. بس انا بقول لكم ناكلها ازاي بقى، عشان بس ما الناس يقول لك ايه بس اهو ياسمين قالت كلوا حلاوه. لا تعالى لي هنا. تعالوا لي هنا، يعني احنا قلنا الحته الحلوه بقى. والله وانا اقول لكم حته حلوه، والله انا بكره جدا جدا البوست السنوي المكرر اللي ينزل يقول لك وانتوا عارفين اللذيذه فيها كام سعر، وعارفين السمسميه فيها يا عم اسكت. هو احنا بناكلها كل كام مره؟ هي مره في السنه، هي مره في السنه اصلا. وبعدين احنا اصلا معناش فلوس، فاحنا مش هنجيب كتير اساسا اصلا. يعني احنا اصلا داخلين مدارس وقساط مدارس وكتب خارجيه والدنيا يعني باظت، فاحنا اصلا معناش فلوس، فاحنا اصلا اساسا مش هنجيب كتير اصلا، مفيش. خلاص، فاحنا متفقين كلنا اصلا على الفكره دي. ف اقول لكم بقى هناكل الحلاوه الصح ازاي من غير ما نتاذي. خلاص تمام، من غير ما نتاذي. طبعا انا مش بتكلم على مرضى السكر ومرضى الضغط وبتاع، لا، الناس اللي عندها سكر عندها ضغط وكده تاخد بالها. اوكي، يعني تاخد ايه، تاخد بالها يعني. خلاص. احنا بنتكلم على يعني الناس طبيعيين عايزين يفرحوا ياكلوا حلاوه. تمام. اول حاجه نشتريها من مكان احنا واثقين فيه. كل بلد وكل مركز وكل مدينه عندهم كم مكان كده، مكانين ثلاثه معروفين ان دول بيبيعوا حلاوه، حلاوه كويسه. خلاص، يعني كل واحد في الحته بتاعته عارف مين بيبيع حلاوه كويسه. ما اروحش اجيبها من حد ما اعرفوش، لا، هاتوها من اللي انتوا عارفين ان هو بيبيع حلاوه كويسه. ما نجيبهاش بقى من عربيه على الشارع، ما نقع في الشمس طول النهار بالليل وبتاع، مع احترامي ليهم يعني. بس بشوف مناظر غريبه الصراحه، تبقى العربيه مهريه وواقفه في الشمس وبتاع، فنجيبها من حد احنا عارفينه.
دي اول حاجه. ونجيبها من حد ما تكونش عنده طول السنه. ليه؟ اللي عنده طول السنه ده هيخلص منها في اليومين دول. فنجيبها من حد اللي هو بيجيب كميات صغيره، خفيف خفيف، بضاعه تتفرش، بضاعه تنتهي، خلصنا خلاص. ف فنجيب ايه؟ نجيب الحلاوه من حد معروف، ونجيب من حد ايه بينزل الحلاوه وقتها ويمشي. خلاص متفقين؟ طيب. من الاختراعات اللذيذة جدا ان الحمد لله الحمد لله ان الحلاوة بقت بتتباع بالقطعة، والقطع كل سنة بتصغر عن اللي قبلها. سبحان الله. اه والله، يعني قطع كل سنة كل سنة صغيرة عن اللي قبلها. فاحنا هنجيب بالقطع. يعني ايه؟ يعني احنا مثلا احنا عدد الأسرة مثلا 4 5، نجيب على قد مثلا كل واحد هندرب له مثلا 3 4 قطع لكل واحد. يعني نجيب على قد، مش لازم لما اجيب الملبن اجيب كل انواع الملبن، الملبن اللي بالبندق واللي بالسوداني واللي هو كله ملبن نوع واحد وخلصنا، ندوق الملبن. لكن ما اقعدش بقى ابص الاقي 500 صنف ملبن. ليه؟ ما هي واحده، ما هو واحد، هو كله ملبن. هم السمسميتين ولا البندقيتين اللي هتفرق. خلاص. فنحاول ان احنا نجيب، نشوف ايه الحاجات اللي بيحبها. كل واحد بيحب مثلا 3 4 حاجات يجيبهم ويجيب على قده. طيب ناكلهم ازاي؟ لما ناكلهم اول حاجه ما نكونش جعانين يا جماعه. ما ينفعش اول ما والله انا ماليش نفسي افطر بس انا ممكن اكل حته حلاوه مع كوبايه شاي. يا نهار اسود، دي ترفع لك سكر الدم وترفع الانسولين وتقعد طول اليوم متكهرب وتقعد طول اليوم بتاكل. اه والله العظيم هتجوع جوع السنين، انسولين بقى رطرط في الدم، فانت جعان طول اليوم. خلاص. فبالله عليكم اوعوا تاكلوها وانتوا جعانين. ناكل خلاص، ناكل كده ونملى بطننا بالاكل بتاعنا بقى، سواء فطار غدا براحتكم كده. وبعد الفطار او بعد الغدا تمام، حته قد اللي هي الحته اللي بتتباع دلوقتي، يعني قد الاربع صوابع بتوعنا دول، 4 صوابع. خلاص. يا سلام لو صوابع ايدك صغيره. قد الاربع صوابع كده. بعد الاكل جنب كوبايه الشاي، جنب كوبايه القهوه. يا سلام لو جنبيها كوبايه لبن، كوبايه لبن او كوبايه رايب. اه والله خدوها مني دي، لبن او رايب جنب الحلاوه وحته صغيره. وكلوا انتوا جايبين 3 4 اصناف على 3 4 ايام واتبسطوا. هتتخنوا؟ نيفر، لا يمكن، لا يمكن هتتخنوا. بصوا ما ينفعش لو ان الواحد مظبط، هو الواحد لو مظبط وزنه ومظبط اكله ومظبط حياته كده، هيجي على حته الحلاوه دي اللي تتخنوا ابدا. ليه؟ يعني الجسم ده قاعد حد عمال يعدله عسكري رايح عسكري جاي؟ لا لا لا. الواحد لو بياكل كويس، لو منتظم في حياته، منتظم في اكله، بياكل من اكل البيت، ما بيرمرمش في اكل صوابع كبيره. صغروا بقى، شوف اي عيل صغير وكل على قد على قد صوابعه. فالواحد لو منتظم في اكله ومظبط اكله ومظبط يومه كده، ويحلي يعني. وهقول لكم على برضو تريكه لطيفه. يا سلام لو ما كلتوهاش كل يوم، يعني لو كلتوا يوم ويوم. يعني مثلا لو الواحد مثلا جاب لنفسه 4 قطع من اللي بيحبها، من الحاجه اللي بيحبها، وزي ما اتفقنا الحجم اللي احنا اتفقنا عليه، وزي ما اتفقنا ان هي تبقى حاجه من حد مضمون، وناكلها بعد الوجبه ويوم ويوم. تخيل انت بتاكل وبتتبسط وعارف ان دي يعني مش تعمل اي حاجه غير انك هتبسطك. انت هتتبسط، انت بتاكلها عشان تتبسط، عشان دي حلاوه المولد اللي بتنزل مره في السنه. وخليها دايما مرتبطه كده بحاجه سعيده. يعني انزل اشتريها مع ولادك، ما عندكش ولاد، مع اخواتك، ما عندكش اخوات، مع اصحابك. يعني خليها دايما ليها حدث. لو عايش مع باباك ومامتك، انزل جيب لهم كده حتتين حلاوه. يعني بصوا، اربطوها دايما كده بحاجه سعيده. انا بالنسبه لي دايما حلاوه المولد مرتبطه دايما بالسعاده. والله لما بشوف الحلاوه كده في احساس كده معين، حلو، ذكريات حلوه، ايام حلوه. خلاص. فاربطوها كده يعني، وخدوها فرصه كده، يعني ان الناس تسعد الناس اللي حواليها. الحاجات اللي ممكن ناكلها اكتر حاجات مش صحيه، طبعا هي ما فيهاش حاجه صحيه اصلا. بس نقول ايه الحاجه يعني اللي هي ممكن ايه، اللي يعني ايه، مش قادره والله، مش طالعه مني كلمه صحيه خالص او يعني نقول مثلا ايه اللي هي آم، آم، ضميري مش سامع. ايه اللي هي يعني ايه،
ممكن يبقى فيها منها سنة استفادة. حلوة دي، ماشي. الجوز الهند اللي هي اللذيذة، تمام. اللذيذة بالذات اللي هي اللي بتبقى الشرايح اللي على بعضيها، طبعا بتبقى مليانة جلوكوز. كل الحاجات دي بتبقى مليانة جلوكوز ومليانة سكر ومليانة مشاكل كبيرة جدا يعني. بس زي ما اتفقنا احنا هناكل عشان نتبسط، عشان الحدث. خلاص. ولو حد مريض سكر ياخد باله بالله عليكم، عشان ما بقاش اذيت حد ولا ضريت حد، تمام. الكلام ده مش لمريض السكر ولا مريض الضغط. فطبعا جوز الهند اللي هي اللذيذه ديت، وال والفوليه بقى والسمسميه والحمصيه يعني عارفين الناس اللي نفسها تتخن دي، الرفيعه اللي عايزه تتخن دي، ممكن تضرب بقى واحده فوليه واحده سمسميه. اه، الفوليه السمسميه الحمصيه. طبعا لو معاكم فلوس روحوا هاتوا البندقيه اللوزيه. ده اللي معاه فلوس، الناس الغنيه بقى تروح تشتري. خلاص، انا اشوف لو في نجيب السمسم. بس والملبن زي ما اتفقنا كده، ملبن مثلا ابو عين جمل، ابو حبل، ده خروب فظيع، ده ادمان. ده مش لازم نجيب الحبل قد كده، ده هاتوا حته صغيره كده وندوق ونفرح ونفرح الناس اللي حوالينا. خلاص. كنت وحشني والله، ومبسوطه قوي بالكومنتات اللي بتتكتب. وكل سنه وانتم طيبين، والله كل سنه وانتم طيبين، وربنا كده يديكم الصحه ويبارك في عمركم، وتفرحوا وتفرحوا اللي حواليكم. وانا كمان بحب المشبك، وبابا الله يرحمه كان بيحب المشبك جدا جدا والله. احنا كنا عيله تحب المشبك اساسا، وتهادي بعض بالمشبك. وفي حد ما بيحبش المشبك؟ كل الناس بتحب المشبك. يلا كل سنه وانتم طيبين بقى، واشوفكم على خير. باي باي.